السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بما إن الجو ساقع وكده، فهنعمل مع بعض حمص الشام أو الحلبسة. معايا ربع كيلو حمص الشام مغسول مش منقوع، ومعايا 3 فصوص توم، ومعايا المفروض بصلاية بس أنا ما عنديش بصل كبير فحطيت بصل صغير، ومعايا طماطمايه كبيره. عايزه تحط فلفل حامي حطي، مش عايزه انتي وحريتك. فانا ما عنديش فلفل حامي، انا هحط شطه. يلا على البوتاجاز اهو يا حبايبي. دلوقتي معانا حله على النار، هنحط فيها ميه. بسم الله. انتوا شايفين كده؟ خلاص هننزل بالحمص. ماشي، احنا نقعينه مش غسلينه، مش نقعينه. ماشي، والمكون السري بتاعه اللي هيخليه يستوي في 10 دقايق معلقة صغيرة بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. انا هسيبه بقى، واما يطلع ريم هشيله منه. اول ما يخش في السوا ان شاء الله هنرجع مع بعض. اهو يا حبايبي ده بطلع منه الريم. ماشي، وبعدين معانا هنا نص شفشق طماطم هنحطه على الحمص. انتوا شايفين كده اهو. طبعا هنسيبه يغلي، واول لما يطلع منه ريم هنشيله يعني. ماشي، وهنحط البصل والثوم زي ما هو صحيح، وهنحط القوطة صحيحة. اما نخلص هنرجع. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بصوا اهي، بسم الله ما شاء الله. ماشي، واي ريم بيطلع احنا بنشيله طبعا القوطة والبصل والثوم احنا حطيناه هنا في الخلاط وضربناه. ماشي، ويتحط عليها وهنعصر عليها ليمونتين. لما تخلص خالص هنرجع بقى نقدمها. اهو يا حبايبي بعد ما خلص بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. ان شاء الله هتعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد.